تفضل الاخ عبد الحميد دشتي. شكرا الاخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. حقيقة يعني امر مؤلم، واحنا جايين اليوم علشان نقر احد اهم القوانين التاريخية. انا ما الوم بعض الاخوان اللي فاجئونا بمقترح وهم اشد حرص وغيرة على التخفيف من معاناة المقترضين، ولكن التوقيت للأسف لم يكن موفق، مما اعطى الحكومة المجال للمراوغة والتهرب من احد اهم المشاريع التاريخية. يا اخوان، احنا هني مو في معرض الاستجداء، احنا لا ندافع عن مواطن وهو يستجدي، احنا ندافع عن مواطن وحقه طالما تراخت الحكومة لسنوات. والمادة 25 من الدستور واضحة، الدولة ملزمة بتكافل المجتمع في مواجهة المحن العامة، وهذه محنة عامة. اليوم موضوع القروض اذا بنكسر حساباتنا بالارقام بالاقتصاد بالقانون والله ما تركب، ولكن يبا هذه الامة ويبون يصرفون، وهذه محنة عامة. يرون ان المعالجة اللي توصل لها الاخوة الافاضل رئيس واعضاء اللجنة المالية ومع الحكومة اللي نفاجئ بموقفها اليوم، خلصنا احنا ويانا مشروع جميل ورائع من احلى المشاريع عشان نبي نتغنى بانجازنا، لكن سبحان الله يظهر اكو شيء صار البارح بالليل، في امر دبر بليل، وبالتالي احنا يجب ان نقر هذا المشروع اليوم، هذا القانون بمداولته الاولى، ثم يروح للجنة. بعد هذا اذا في اي تعديلات للمزيد من اعطاء المواطنين حقهم والتخفيف من معاناتهم فليكن باللجنة. اما ترى اذا الموضوع راح وتأجل، مسؤولية تاريخية تتحملها الحكومة وكل عضو عمل اليوم على التأجيل، لأن الموضوع راح ينتهي ولن يعاد طرحه مرة أخرى، وسينجح المتربصين بالمجلس اللي لا يتمنون الخير حقيقة للمواطنين. شنو اللي محل هذه المشكلة من عقود؟ لأن دائما اللي كانوا يكسرون حساباتهم يشوفون ايش بيدش بجيوبهم. عندي دليل من القانون 57 في سنة 82 لما يوهني بيعالجون قضية المناخ وراحوا جزأوا المليونين، ونعرف شلون تمت من قبل من كان على سدة الرئاسة آنذاك وربعه. اليوم عطلوا هذا المشروع ويتاجرون فيه امام الناس ويدهنون راس الناس ببستوك خالي لانهم مو صادقين. لما اتى مجلس من رحم هذا الشعب ويبي يحل المشكلة، ويجب ان تحل اليوم ولن تأخر. انا اسأل الله ان يلهمنا الحكمة ويفتح بصيرتنا اليوم، حكومة ونواب يمثلون هاي الامة، ونقر القانون على الاقل في مداولته الاولى علشان نسعد هذا الشعب في رفع المعاناة. يقال ان 100 وشوي الف يبي يستفيد، يعني 3 أنفار متوسط الأسرة، يعني 300-400 ألف مواطن. بالتالي أتمنى أن يمضي هذا، لأدعو كل من سيستفيد لأن يدعو للكويت بالأمن والأمان، وليدعو لسمو الأمير راعي الدستور، لأن يعلم سمو الأمير أن هذا حق دستوري للمواطنين، ويدعو لمن كان صادقا من الحكومة، ويدعو لرئيس مجلس الأمة اللي كان له هذا الدور، وللأخوة رئيس وأعضاء المجلس وكل الأخوة الأفاضل اللي سيعملوا على إقراره اليوم. ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا إلى أن ننجز العديد
من المشاريع، من القوانين الأخرى البعيدة عن الأنانية، البعيدة عن المصلحة الذاتية، البعيدة عما كان يمارسه الآخرون من قبل اللي تاجروا بهذه القضية، حتى يكون اليوم يوم إنجاز تاريخي لهذا المجلس. الأخوة الأفاضل مرة ثانية أقدر وأثمن ما ذهبت إليه، لكن لا تعطون الفرصة للحكومة تراوغ. شكرا.